أول ما بتتقال كلمة ميتو قدامنا مش بيجي في دماغنا غير الفنانة مونيا، الزوجة الرابعة للفنان نور الشريف في مسلسل عائلة الحاج متولي، واللي فاجأتنا كلنا بشكلها بعد غياب 20 سنة لما ظهرت تاني على الشاشة الأيام دي. الفنانة مونيا قلبت الدنيا بتصريحاتها عن حبيبها القديم اللي نفسها ترجع له بعد ما انفصلت عن جوزها، وكلام كتير تاني قالته عليه قدام كل الناس على الهوا. يلا بينا نفصص لكم الموضوع ونوريكم الفنانة مونيا دلوقتي شكلها عامل ازاي بعد ما مر اكتر من 20 سنة على الحاج متولي. مونيا قالت انها تتمنى ترجع لحب حياتها اللي وقف جنبها كتير قبل جوازها من ابو ولادها، وقالت كمان لو ولادي وافقوا اتجوزه انا هوافق اتجوزه، مش قادرة اقول كان بيعمل علشان ايه، كان بيخاف عليا جدا ولما بعمل حفلة كان عنده استعداد يأمني انا وعيلتي واهلي. ووجهت له رسالة جريئة جدا وقالت نفسي اطمن عليك واعرف عنك اخبار كويسة، ويا رب تكون عايش، واتمنى اسمع صوتك وتبعتلي ايميل زي ما كنت بتبعتلي وانت موجود في قلبي، ولو متوفي هقولك ربنا يرحمك لانك وقفت جنب مونيا كتير قوي وانت حافظت عليها. الفنانة مونيا حققت شهرة كبيرة جدا بعد مشاركتها في مسلسل عائلة الحاج متولي، بعد ما رشحها للعمل المخرج محمد النقلي وقامت بدور ألفت. مونيا عندها دلوقتي حوالي 51 سنة، واكتشفها الملحن الكبير بليغ حمدي وأطلق عليها اسم مونيا بعد ما شافها بتغني في أحد الأفراح، وأقنعها أنها تدخل معهد الموسيقى العربية وفعلا سمعت كلامه. وبعد كده رشحتها أستاذتها علشان تدخل عالم التمثيل علشان تشارك في المسلسل التلفزيوني لكن أترك كل هذا، وفعلا اشتركت فيه، ومن ساعتها وهي انطلقت في مسلسلات كتيرة جدا. كان بداية مشوارها الفني في عالم التمثيل من خلال مشاركتها عام 1998 في مسلسل المجهول. الفنانة مونيا اتجوزت المنتج ممدوح يوسف وكانت زوجته التانية، ولكن بعد سنوات انفصلت عنه من غير ما تكشف عن السبب الحقيقي وراء انفصالهم. لكن ايه السبب اللي خلى مونيا تبعد عن التمثيل؟ هل فعلا اعتزلت؟ أخبار كتيرة دايما بتحوط مونيا عن اعتزالها، وخاصة إنها غابت سنين كتيرة عن الشاشة، لكن مونيا ردت ونفت كل الكلام ده وأكدت إنها تختار أعمالها بدقة علشان تظهر للجمهور من جديد. كان في صورة صعبة جدا انتشرت على السوشيال ميديا للفنانة مونيا واللي ظهرت فيها بسن كبير جدا صادم للجمهور اللي سأل عن حقيقة مرضها، ولكن مونيا ردت ونفت وقالت إن الصورة متفبركة وملهاش أي أساس من الصحة.